يو السلام عليكم، كي دايرين خوتي؟ هانيين صحيحه مزيان، نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي في محتوى جديد كله افاده وكله عياقه وبالضحك وباللعب. ان شاء الله غادي نطلعوا كاملين. وما تنساوش دعموا خوكم بلي لايك بلي لايك بلي لايك، زيدوا لي كومونتير. واذا كنت عزيز عليكم ويعجبكم هذا المحتوى اللي غادي ندير، طحنوا لي ديك الاشتراكات، قطع الله يدير. نعم سيدي، الموضوع ديال اليوم واحد الموضوع اللي هو شيق، وهذا الموضوع اللي غادي تسولوني بزاف عليه. اجي بغيت نسولكم، علاش حنا في المغرب كنقولوا السروال قندريسي؟ علاش زعما حنا في المغرب كنقولوا السروال قندريسي؟ واش هذا المصطلح هذا عاوتاني كيف ما قلنا في الكومير؟ اللي ما شافش الفيديو رجع للور. كما قلنا في الكومير، واش المصطلح واش هو لفظ او كلمه او جاي من شي قصه او بزاف د الحوايج؟ هاد الاسئله هادو كيتشاعوا بزاف فوق راسي، علامه استفهام بزاف. لا ريح اصاحبي ريح، خلينا. المهم خليكم معنا باش تشوفوا الفيديو. بدايه القصه على السروال قندريسي. بارتيتات القندريسي. شحال من واحد كيجي يسولني كيقول لي السروال القندريسي ما السروال القندريسي، انا كنقول لهم السروال القندريسي راه قصه ما قصه. نبداو القصه ديالنا خوتي من واحد الوقت اللي هي كانت ما بين 1919 و 1916، يعني واحد 6 سنين ديال الحروب. كانت الحرب العالميه الثانيه، وفي ظرف هذه الحرب العالميه الثانيه كانوا محتاجين لواحد الجيوش اللي يكونوا قويين باش يتعاملوا ضد واحد خونا عنده الموستاج. ما خصنيش نقول السميه، ضد واحد خونا عنده الموستاج خصهم يتحدوا ضده ويتحاربوا معاه كذا. الوغ الدول اللي هما كانوا في اوروبا بحال فرنسا بحال اسبانيون بحال البرتغال، دول اللي هما ناميين وكذا، وكانوا داخلين هذيك الحرب وغاديين يعني خصهم يرجعوا البلدان ديالهم. بداو يطلبوا الدعم من الدول المستعمره. الدول المستعمره كمثال هي الجزائر، تونس، المغرب، الدول العربيه اللي كانوا مستعمرين. هادشي حنا معترفين به، كنا مستعمرين. كانوا طلبوا واحد الوفد ديال الجيش. دابا الناس منين كطلب مثلا دوله، كمثال انا طلبت واحد 2000 واحد، خصني انا طلبتهم اليوم، غدا ان شاء الله خصني نخرج للحرب. وانا طلبت هذيك 2000 واحد خصني نجيبهم، خصني 2000 خياط. يعني كل خياط خصو يلقى لي واحد في نهار باش نخرجوا غدا للحرب. بداو تيفكروا الناس عقول كبار، فهمتي؟ تيفكروا بعيد. قالوا شنو نديروا 2000 واحد غدا تجي، خصنا نلبسوها خرج ليا لاطاك طاكي لي على راسك الحرب تيراج كدا. هادي ما عندناش الوقت باش انك ترتاح ونخيطوك ونفصلوك واحد طويل واحد رقيق واحد غليظ واحد قصير. المهم بعدا هما يجيبوا ديك 2000 واحد، شنو غادي نديروا هما يديروا واحد السراول. عنده سروال كيتجمع هنايا كبير وعنده واحد اللعيبه لتحت، يعني المقاس اللي جا غادي يلبسو. يا كنتي طويل كنتي غليظ كنتي قصير كنتي طويل، المهم جميع المقاسات غادي نلبسو ديك السروال. يعني يجي شد السروال خرقو شد الصدفه هز السلاح ديالك اراطاك للحرب. داكشي علاش الناس اللي في اوروبا وبالخصوص الفرنسيين، حنا كناخذوا اللغات ديالنا من الفرنسيين، المصطلحات ديالنا من الفرنسيين، ومن يسميوه قبل ما يجي داك الوفد المغربي والوفد الجزائري والوفد التونسي والوفاد الاخرين، صاوبوا داك السروال وما سموه لو بونطالون كونتر ايسي، يعني كونتر ايسي كان دريسي. يعني حنا اللغه ديالنا كنقولوا كان دريسي، وهي راه الصحيح ديالها هي ان بونطالون كونتريسي. يعني بلا ما تجي وتبقى تجرب ليا لا هذا جاني قصير لا هذا جاني طويل تقاسم ما جاونيش كدا هادي اجي خرج هز السلاح الحرب. ولا عجبتكم القصه خوتي وبغيتوني نطول معكم في هذه المواضيع ونبقى نجيب لكم ديما الجديد، تامنوا معنا سبسكرايب اشتراكات هجوم خوتي.